ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانا قاعده فاضيه ويحيى في الجامعه ونيره ربنا يشفيها يا رب وادعوا لها بالشفاء، اخواتها معاها عند خالتها وانا قاعده بقى فاضيه. قلت بقى ايه، هعمل يحيى مفاجاه على ما يجي من الجامعه. هو عمال يقول لي انا بقيت شيف وانا مريحك وانا مش عارف ايه. انا بقى هعمل النهارده حاجه ابهره. ليه؟ قولوا لي ليه؟ هخبز شويه عيش حلوين كده من بتوع زمان على الفرن، واروح بقى عامله له حاجه هو بيحبها، حاجه بيحبها يحيى وعمره ما هيتصور على المفاجاه دي مفاجاه ليحيى. هو اللي معايا بس بيروح الجامعه ويجي، عشان كده انا مش ما عادش عند ام اسامه مع الاولاد عشان يحيى لوحده هنا. زياد واخواته ونيره عند خالتها. لو يحيى متجوز زي اخواته كنت افضل قاعده عند كل واحد شويه، اما انا اللي رابطني يحيى. ادعوا له ربنا يفرحه وربنا يفرح كل اللي زيه يا رب كده، ما تحرم حد من حد. وهي دي سنه الحياه، عيالي متجوزه وكل واحد مدبوه لحياته وعيشته، وهي دي سنه الحياه. يحيى يوم ما يتجوز هتبقى فرحانه برضك، بس انا مش عارفه اقول لكم ايه عشان قاعده فاضيه. قلت اخبز لكم عيش. يلا اوريكم ام محمود ايام زمان وترحموا على الحاج جابر. كان هو بيحب العيش الفلاحي اللي هو بخبزه انا، لقمه نظيفه حاجه نظيفه. كان يقول لي قومي اعملي لنا رغيفين، قومي اعملي لنا شويه رقاق. ليه؟ عشان انا بعمل. ما كناش بنحب نشتري اي حاجه من بره. ليه؟ عشان انا شاطره وبعرف اعمل فطير مشلتت وبعرف اخبز عيش وبعرف اعمل كل حاجه في الفرن. كل حاجه تخترع على بالكم كنت بعملها له الحمد لله. بس انا بقى هبهركم النهارده في الفيديو ده، ومعلش انا طولت عليكم بالرغي ده عشان قاعده فاضي، وربنا يصبرني على ام زياد وعلى الحاج جابر، ربنا يرحمهم برحمه واسعه. وانا بشكركم جدا جدا على الدعاوي اللي بتدعوها لي، ان انا ربنا يديني العافيه. ادعوا لي بالصحه وافضل مع العيال طول العمر. هم اللي ليا ومالين عليا الدنيا. بس خالتهم بقى خدتهم شويه، قالت الاجازه جت بتاع المدارس ونجحوا الحمد لله، وربنا يقويني وافضل عايشه لغايه ما افرح بيهم وافرح بيحيى يا رب. ادعوا لي ربنا يقويني. وتعالوا اوريكم بقى هنعجن ازاي، وهعرفكم العجين بيتعجن ازاي. لسه بردك الورده لو دبلت ريحتها فيها. تعالوا اوريكم احنا هنمشي خطوه خطوه. بصوا بقى يا جماعه، شوفوا الخميره انا كنت عاملاها اتدلقت ازاي. فارت على ما انا اتكلمت معاكم شويه وسلمت عليكم الخميره فارت. الله اكبر. عجين ام محمود اللي عدى الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبركه. انا لما باجي اعجن بعجن بالبركه. يا جماعه الخميره هتدلق مني، هحطها الاول. مش عارفه امسكها الزفلات في الكوبايه. خميره الله اكبر. عاملاها بسكر وميه. اختبر خميرتي عشان العجين ما يخمر وما يبص. يا بنات يا حلوين، بديكم خلفيه عن العجين. يعني قبل ما تعجني بخميره في اي حاجه، قرص او عجين او بيتزا. هي اسمها بيتزا؟ انا ما اعرفهاش، ما بحبش اكلها. بختبر اي خميره لان بيبقى في خميره بايظه ما بتخمرش العجين. دلوقتي ما اخلص العجينه هوريكم السمك بتاعها. هفرجكم على قبل ما اغطي العجين عشان ما اطولش عليه. بصوا بقى السمك بتاع العجين. اهو. بص بيسيب من الايد ازاي. انا مش مطرياه علشان احنا في الحر العجين بيسيب، عشان اعرف اشيله واخبزه. السمك بتاعه اهو. انا عندي العجانه بس ما بحبش اعمل الا بايدي. ايدي بتظبط العجين. اغطي بقى واخمر، ولما يخمر هوريهولكوا تاني. ربنا يبارك فيك وتزيد معايا في العجين. ربنا يبارك فيك. وعيال كتير ناس غلابه تاكل منه لان انا بوزعه بردك وانا بسوي. ربنا يزوده يا رب. ربنا يزوده. هوريهولكوا بقى لما اجي اقرص لما يخمر. هوريهولكوا برضه. يا بنات يا حلوين، يا ناس يا مسكرين، يا اللي بتحبوا ام محمود اللي عدت الحدود، يا رب اعدي واروح عند النبي تاني يا رب. قولوا امين. صحبه. هنوريكم بقى العجين بعد ما خمر. شفتوا بقى شطاره ام محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر على عجيني. الله اكبر. دلوقتي هنقرص بقى
الله اكبر. بسم الله. طبعا احنا هنصغره عشان ايه؟ ما اقسمهوش، نعمله زي العيش اللي بره كده عشان ايه؟ ادلعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ بتعملوا ايه؟ اعمل لك مفاجاه. ده ايه ده؟ عيش. عيش حلو. تسلمي. ماشي عيش، وهعمل لك حاجه تانية بس مفاجاه بقى، خليها مفاجاه. ماشي. الله ينور. هجيب الرد. انا قرص على طب ايه، محتاجه مساعده في حاجه؟ هجيب الرد عشان مش هتعرف مكانه. ماشي. هجيب زي ما عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. عايز اقول لكم ان الجو حر جدا، واول ما دخلت وشفت المنظر ده بعد ما نضف، حاسس اللي هو يعني لازم الواحد يعمل كده اهو، يعني كده اهو. خش دلوقتي اغير هدومي، وممكن ممكن افكس لاي حاجه واقوم مديها كده اهو. يلا خش انا عشان محتاجه مساعده يا حاجه. لا مش هتعرف تقرص. ليه؟ ما جربين مش يمكن اعرف. لا والنبي ما ما تعرف. شاء الله انت تعملي كل ده. ما شاء الله. قول ما شاء الله. ما لسه ما شاء الله والله. ما خدتش بالي. بس الواحد ايه لازم ايه يعني يحط دي في ايده لا كده مش لازم، ده انت بتعوز عشان- العجينه بس. عشان ما ايدي يلزقش. نضيفه اهي. عشان ما يلزقش يلا فيه. طلع صوتي بقى. بيلزق. شفت يا يحيى كده؟ عجينة الطعمية. كده اهو كده. ما هو هاته بقى، استنى ما اخده من ايدي اهي. اهي. ايه رايك؟ حلوه، لا. بس ايد واحده بس اللي تعمل بيها، والتانيه تعوزه دقيق العجين. هات هنا يا هو ليه بيعمل كده؟ حرام عليك والله يا يحيى. بيلزق. هندهولهم في ايديك. بص انا ايدي اهي، ايد واحده اللي بتبقى في مصعصه بس. ما هو ايه بقى؟ هاي. شكرا. الدبله اتملت عجين. مش مشكلة، شكرا. مش مشكلة. بص كده. يا أصل انا عايز اساعد. ما تساعد تبوظ يعني؟ خلاص يبقى ما ساعدش. لا ما تساعد لو انت عارف حاجه. لا انا مش عارف حاجه الصراحه. العجين اهو، ايد واحده اللي بتعمل اهو. بص يا يحيى، الله ينور. بنعوزه دي حاجات بسيطه، عشان احنا في الصيف لما بيكون في الشتاء نقرص بميه عشان الجو شتاء. اما في الصيف بنحط ايه؟ دي عشان ما يلزقش. الجو حر. لا مش ما يلزقش، العجين بيسيل بيطرى. فعلا صح. بص يا يحيى، برافو. بص العجين. لا الله ينور. الله ينور. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه تفرح. ايه المنظر ده؟ خش اغسل ايديك، انت لازم تحط ايدك. عايز تتحداني؟ يعني انا غلطان؟ انا كنت عايز اساعد. ما مش غلطان، لو انت تعرف اعمل. خلص بقى العجين تقريص، واوريه لكم كله وانا مقرصاه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هو ده العيش ولا بلاش؟ انا مش هغطيكم، مش هفتحوا عليه كله. لا بص افتح عليه كله عادي؟ بص ماشي. اتفرج. انت كده هتعملي ايه بقى؟ كده خمر وريح وارتاح. انا مش همد ايدي عشان ايه ما تزعقيش. بص انا هاخد العيش وبعد كده اغطيهولي. ماشي يا دكتور. بص هنعمل كده ايه؟ انا اللي هعمل؟ لا انا ماشي. بوريك. بص كده بس كده؟ هكمله على ايدي بقى قدام الفرن. هو انت هتخليه كبير صح؟ انا مصغراه. هو اتنفخ من الخمر، انا مخليه يا كده. بس انت صغير. هتخليه كبير. هوسعه كده. طب ما تخليه حلو كده صغير. لا يبقى عجينه. والله؟ هوريك لما نجلس. ماشي. يلا غطي بقى. عينيا. خدنا صينيه اهي ومخبزه اوريها لك. انت كده هتفرديه على النشابه دي صح؟ على المطرحه دي دي مطرحة؟ عيش. طب وريني. هخبزه على ايدي. وريني. بص يا يحيى. هتعملي ايه بقى؟ البوتاجاز عامل سخونيه والجو حار. والله انا ما تخبزيش في الصيف تاني. لا ازاي؟ ده انا لقمه طريقه نضيفه. تعمل كده. شفت بقى؟ بس هنرجع بقى نرص رده تاني كده عشان ايه؟ ما يلزقش من المطرح. وبعدين انت تقعدي تفرديه لحد ما يبقى بالحجم اللي انت عايزاه. ايوه ندخله الفرن بس كده. استنى بقى اما نعلي على الولعه. علي يا باشا. بس طب ما الخبيز طلع سهل اهو يا جماعه. هنعمل 6 بعد كده نحطه في الفرن. سهله عندك انت بس. خلاص انا هستناكي بقى لما تطلعيه وتوريني. وهدوقه لك ايه. خلاص ماشي اما نشوف يا جماعه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لا وريني هاتي لي رغيف كده دوق واشوف. لازم اشوف بنفسي. تعمل تيست. لازم اعمل تيست طبعا. الله اكبر. لا تسلم الايادي. لا العيش 10 من 10. 10 من 10 ان شاء الله. ما شاء الله عليك يا حاج. الصور جنبه. حقك واقل من حقك لقمه كمان. نضيفه. دي لقمه نضيفه. دي حقيقة. تتاكل بنفس. صح كده. ايه العيش اللي بره ده؟ انا ما باكلش واشبع الا من عيشي. الله ينور. يلا لا انا عايز ادوق. انت بترميه ليه؟ انا عايز ادوق. عرفت المفاجاه؟ لا لسه.
ايه المفاجأة؟ ايه ده في لحمة؟ انت هتعملي كفتة؟ هعمل حواوشي اسكندراني. طب فين العجين؟ انا اهي. دي العجينة؟ هاتها لي. هو دي يا باشا العجينة، ورينا كده. عيش اللبن. لا الله ينور، شغل فاخر من الاخر. عايز تدوق العيش؟ يا ريت. خد يا حبيب قلبي. اديني. شفت عيش مفتوح ازاي؟ لا الله ينور والله. بص. تسلم الايادي والله، بسم الله ما شاء الله. خد دوق، اعمل له توست. بسم الله. ألف هنا وشفا الكل اللي ياكل منه. طعمه عيش. يا لهوي، لسيتني الرغيف جوه الفرن، الحمد لله ما اتحرقش. انت الحواوشي ده هتحشيه صح؟ بص. هتحشيه دلوقتي ولا امتى؟ ايوه خلصت الخبيث. طب احشيهولك انا بعرف احشي. تعرف تحشيه؟ طيب تعالى اوريك. لا انا هعلمك. انا هوريك، ده انا خبره. لا هعلمك. انا خبره والله. استني بس. اللحمه معصجاها بالبصل سكي فيا، امسكي ده، اديني فرصتي بقى. للاسف الحاجه ما رضيتش خالص ان انا اللي احط اللحمه في العجين وبتاع واعمل الحواوشي، وعايز اقول لكم ان هي بوظته. بصوا المنظر ده الشكل النهائي. عامله سندوتش حواوشي، ودي سمكه بولتي بس حواوشي، وده يعتبر حواوشي، بس ما علينا. انا مش هنتكلم عشان هي برضو يعني في مقام امي، فمش هتكلم. بس دلوقتي هنعمل سلطه الطحينه او الطحينه عموما. عندنا هنا ده ملح وفلفل وكمون وشطه وحاجات كتير كده، بهارات كتير، اي بهارات عندكم حطوها. ننزل بالطحينه في كده فوقيها. انت بتعب على الحواوشي بتاعي؟ بصراحه. تعرف تعمله؟ بصراحه. يا راجل. والله. عاملاه بعجين. اعمل احسن منه كمان. الله. هات يا سكينه اوريك، اقطعه واوريك. عينيا بس كده. اقطعه واوريك اللحمه اللي دي. احلى سكينه. ايه ده؟ لا سكينه حلوه انك ايه. عجباكي دي؟ دي ماشي. خلينا نكمل الطحينه بتاعتي بقى. اما نشوف الطحينه بتاعتك ولا بتاعتي. يا فيها اختراع، هنخترع. ده انا هنزل الطحينه وعليها الليمون والبهارات وشويه ميه، خلصنا. اللحمه اهي في قلب العجين اهو. نزلنا الطحينه، نعصر عليها نص ليمونه كده. يا سلام يا سلام يا سلام. بنشوف. بص يا جدعان. ونعمل ايه بقى؟ شفت دي اهم، الطحينه اهم من الحواوشي. الحواوشي اهو. نزل الميه الدافيه بتاعتنا كده ونقلب. قلب 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 قلب. بس حلوه كده. اهم حاجه التقليب يكون ايه؟ بطريقه شيفات لو كده. وانت شيف؟ انا شيف جدا. عايز تتحداني في ايه؟ في اي حاجه. انا اقدر اعمل اي حاجه. عايزين شويه ميه كمان. ما انا بحط واحده عشان ايه؟ ما تبقاش خفيفه، بس كفايه. بالراحه. ما دي طريقه الشيفات بقى. عصرت عصره ليمونه. عصرت عصره ليمون. جو حر، معرفش فيه ايه النهارده، الجو صعب. ان احنا ما نزلناش البسين دي حاجه غريبه. لسه 7 ما جايش، شهر 7 ما جايش. بكره لازم ننزل البسين. بكره ننزل البسين. بس كده الطحينه جاهزه ومش تقيله ومش خفيفه، وكده كده هتتقل بالوقت. يعني الطحينه دي كل ما تتساب بتتقل على فكره، صح كده يا حاجه؟ صح كده. بس كده الطحينه بتاعتنا جاهزه. ادوق؟ تدوق انت ولا ادوق انا؟ لا انت تعمل وانا ادوق. دوق. اخترعت يعني. عشان احط بصمتي. طب انا عايز ادوق الحواوشي. دوق يا حبيبي، حاسب اللحمه وقعت. انا كمان مش يلا حصل خير. نزل الحواوشي في الطحينه، بسم الله. اول مره اعمله بعجين. انا عندي لحمه تاني. هجيب عيش واكمله بالعيش. لا حلو. يا راجل. والله. بس هي اللحمه يعني وقعت. اللحمه وقعت. لا بس حلو وحراق. اول مره في حياتي اعمله بعجين اسكندراني. لا حلو بجد. هو في مشكله، بس مشكله ايه؟ العجين في رده، والحواوشي الاسكندراني ما بتعملش برده. ما هو انا حطيته عشان سويته على لحم الفرن. حطيت له رده. ملوش علاقه. انا اول مره اعمل الاسكندراني. هو حلو يتاكل، بس ده مش حواوشي اسكندراني. لا ايه بس مولع. مولع. على العموم قول لي كتر خيرك. كتر خيرك 1000 مره، وتسلم ايدك 32000 مره. بس وعملت لك حواوشي. الله يبارك فيك. عايز ايه تاني؟ انا دلوقتي هنقفل الفيديو عشان انا عايز اقعد افترس الحواوشي الجامد ده. فكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا اتعلمتوا طريقه الخبيز من الحاجه. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. حطوا لايك، اشتركوا في القناه، وتعليق حلو من تعليقاتكم الجميله، ونشوفكم ان شاء الله على خير. ومع السلامه. مع السلامه. اديني بقى الحواوشي الرايق مع الطحينه الرايقه ونروح هناك.